طريقة عمل العيش الفينو بطريقة سهلة وسريعة للمدارس، وكمان هشة وأحلى من الجاهزة بكتير. تعالوا أوريكم ازاي عملناها مع بعض، هشة وطرية وطعمها تحفة. يلا بينا نشوف المقادير مع بعض، سهلة جدا وفي أسرع وقت هتكوني عملتي عيش فينو أحلى من الجاهز. يلا بينا مع بعض نشوف الطريقة. أول حاجة عندي كيلو من الدقيق وعليه 6 معالق من السكر، وهضيف عليهم كيسين من الخميرة الفورية، وكمان نص معلقة من البيكنج باودر، ونص معلقة ملح. هقلب كل المكونات دي مع بعض، وبعد كده على طول هجيب مية دافية وهبدأ ان انا اعجن. هستمر كده في العجن شوية، وبعد كده هضيف عليه نص كوباية من الزيت. تمام، هنعجن كده كويس جدا لحد ما تكون العجينة معانا متماسكة. وممكن تضيفي ربع معلقة خل. تمام، هنعجن كده كويس وهسيب العجينة تختمر معايا. هنا تضاعف حجمها زي ما انتم شايفين، ما شاء الله عليها. هبدأ ان انا اكورها كده كور صغيرة. تمام، زي ما انتم شايفين كده، لازم الكورة تكون صغيرة. والصينية طبعا دهناها دهنة زيت بسيطة. خلاص كده هبدأ طبعا نعمل كل الكمية بنفس الطريقة. تعالوا بقى اوريكم، ما شاء الله عملت معايا العجينة قد ايه من العيش الفينو وكام رغيف. ده هيخليك ان انت توفري. بصوا ما شاء الله عملت معايا كمية حلوة. فبعد كده هتجيبي تدهني الرخامة دهنة زيت بسيطة خالص، وهتجيبي الكور العجين وتبدأي ان انتي تفرديها فردة بسيطة. وبعد كده على طول تبدأي كده ان انتي تبرميها، وبس كده سهلة جدا اهي. وطبعا اخر حاجة خالص بتقفلي تقفليها كويس بعد ما تخمر معاكي العجين كده كويس. بتجيبي مية وعليها معلقة لبن بودر، وتبدأي تدهني بيها الوش بتاع العيش بعد ما خمر معاكي تاني. طبعا هنا ضعف الحجم كده وخمر. تمام، تدهني بقى كله كده بنفس الطريقة،
واخر حاجة خالص هترش عليه سمسم، وبعد كده على طول هتدخليه الفرن. تعالوا كده اوريكم الكمية اللي عملناها مع بعض من كيلو دقيق. عملت معايا قد ايه عيش فينو. دي طبعا هتوفر معاكي جدا. بصوا ما شاء الله، شوف عملنا قد ايه من كيلو دقيق. تمام، هدخلهم بقى الفرن وتعالوا اوريكم شكل العيش عامل ازاي. حلو جدا، مخدش معانا وقت وبأسهل طريقة واحلى من الجاهز كمان، وطري وهش. بصوا بقى طراوته، وادي كمان من جوه طري وهش. وعلى طول هتعمليه في البيت وهتبطلي تشتريه من بره. ولو يكون الفيديو عجبك متنسيش تعملي لايك واشتراك في القناة وتشيري الفيديو عشان غيرك يستفاد.